الرعب بقى إن أنت تبقى قاعد كده مع نفسك بتفكر تقول ياه والله الواحد عايز يغيّر تليفونه، بس للأسف معيش فلوس، هوبا تفتح الموبايل، تفتح السوشيال ميديا like مثلًا الفيسبوك، تلاقي الفيسبوك متغرق إعلانات، موبايلات بالتقسيط على 2.000.000 سنة وكل يوم ادفع ربع جنيه، والله يا بلاش حاجة كده متفصلة على مقاسك، إيه ده أنتِ عروسة؟ ألف مبروك، بُصّي بقى المحل ده فيه خصومات على الحلل، والمحل ده خصوماته على الستاير، إيه ده هو أنتم بتتخانقوا كتير؟ لأ خلاص بقى خدي ده مكتب كده استشارات زوجية عشان شكلكم مش هتكملوا مع بعض، أنت بتفتكر إن أنت اللي بتتحكم في السوشيال ميديا، بس العكس، السوشيال ميديا هي اللي بتتحكم فيك، والموضوع مش عشوائي خالص، الموضوع مدروس، بُص كده هي حاجة اسمها خوارزميات، خلّي بالك. أنت متراقب، حرفيًا واحد وقف لك بتايمر على حساباتك على السوشيال ميديا، أنت وقفت قد إيه على الفيديو ده؟ فيديو قطط، املا له التايم لاين فيديو قطط، إيه ده؟ صورة مين اللي أنت اتفرجت عليها دي؟ ممثل فلاني؟ ارمي له كل صور وأخبار الممثل الفلاني، إيه ده؟ واقف تتفرج على إعلانات الملابس؟ غرق لها التايم لاين إعلانات ملابس، يبتدي يعمل لك recommendation أو تفضيل